السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل المغاربة المقيمين بالخارج، الجالية ديالنا اللي ديما هازين الهم لبلادهم وكيفكروا ديما في الرجوع والاستثمار قضاء العطلة في أحسن الظروف. اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف في جوج ديال المواضيع اللي كتشغل البال ديال كل مغربي عايش في أوروبا، سواء في هولندا، فرنسا، بريطانيا، السويد أو أي دولة أخرى. غادي نكشفوا لكم على تفاصيل التخفيض الخيالي ديال 90% على تعشير السيارات بالنسبة للمتقاعدين، وغادي نشرحوا كيفاش ممكن تستافدوا منه خطوة بخطوة. وماشي غير هادشي، غادي نتكلموا ايضا على الفخاخ اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس مع نظام القبول المؤقت للسيارات، وكيفاش تفادى غرامات اللي كتوصل لالاف الدراهم ومشاكل حجز السيارات في هاد السنة ديال 2026. هاد الفيديو فيه معلومات ذهبيه ومفصله غادي توفر عليكم فلوس ووقت ومجهود. داكشي علاش الا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه، ضغطه صغيره على زر الاشتراك غادي تخليك ديما سابق بخطوه وعارف كاع حقوقك وقوانين بلادك. ندخلوا مباشره لصلب الموضوع الاول اللي كيهم الاباء والامهات ديالنا المتقاعدين. بزاف ديال الناس كيخافوا من فكره ادخال سياره للمغرب حيت كيسمعوا ان الديوانه غاليه بزاف وتقدر تفوت ثمن السياره براسها، ولكن واش بصح غادي تخلصوا بزاف ولا داك التخفيض ديال 90% كيرد الامور في المتناول؟ الجواب هو ان هذا التخفيض حقيقي وموجود وكيعتبر فرصه ذهبيه، ولكن باش تستافد منه خاصك تكون عارف الشروط الدقيقه اللي جات في اخر التحديثات والدوريات، خصوصا دوريه ماي 2025 اللي سهلت بزاف ديال الامور وباقي العمل بها ساري ومؤكد في هذا العام 2026. أول خطوة باش نعرفوا واش عندك الحق في هذا الامتياز هي الشروط الأساسية اللي خاصها توفر فيك. أولاً خاص يكون العمر ديالك 60 سنة فما فوق، هذا الشرط واضح وما فيهش نقاش. ثانياً الإقامة في الخارج، القانون كيفرض أنك تكون سكنتي في الخارج لمدة 10 سنين على الأقل، وهذه الإقامة خاصها تكون فعلية، يعني كنتي عايش تماك خدام أو مستقر وماشي غير عندك أوراق الإقامة وكتسكن في المضرب. ثالثاً خاصك ما تكونش رجعتي نهائياً للمغرب من قبل واستفدتي من شي إعفاء مشابه، حيث هذا الامتياز كيتعطى مرة واحدة في العمر كله. رابعاً هذا التخفيض كيشمل سيارة واحدة فقط لكل شخص متقاعد. وخامساً واللي هي نقطة مهمة بزاف، السيارة خاصها تكون سياحية فقط. شنو كيعني هادشي؟ كيعني أن السيارة خاص يكون فيها 9 مقاعد كحد أقصى، وما خاصهاش تكون من نوع بيكوب أو كاميونات أو سيارات التخييم المعروفة بكومبين كار. أي سيارة من هذه الأنواع النفعية ما كتدخلش في هذا التخفيض نهائياً. ننتقلوا لواحد النقطة اللي كتطرح فيها أسئلة كثيرة، وهي عمر السيارة. في العادة القانون العام كيقول أن أي سيارة بغيتي تدخلها للمغرب ودير لها الديوانة خاص يكون العمر ديالها أقل من 5 سنين، ولكن الجميل في الأمر بالنسبة للمتقاعدين هو وجود استثناء كبير وخاص بهم. المتقاعدين عندهم الحق يدخلوا سيارة كيوصل العمر ديالها حتى ل10 سنين، بشرط أنها تكون سيارة سياحية كما ذكرنا. نعطيكم مثال توضيحي باش الأمور تكون واضحة. نفترضوا أننا في 2026 وبغيتي تدخل سيارة الموديل ديالها 2020. هاد السيارة دابا في عمرها تقريبا 6 سنين. بالقانون العادي ديال 5 سنين هاد السيارة ما عندكش الحق تعشرها، ولكن بفضل الاستثناء ديال المتقاعدين هاد السيارة مقبولة وممكن تدخل وتستافد من التخفيض. ونفس الشيء بالنسبة لسيارة موديل 2021 اللي يلاه قفلات 5 سنين، حتى هي ممكنة وسهلة في الإجراءات. غير هو كاين واحد التحذير مهم بزاف، السيارة خاصها تكون متوافقة مع المعايير ومصادق عليها أو ما يعرف بأومولوجي، وهذا الشيء كيتثبت عن طريق الوثيقة الخضراء ديال السيارة باش ما تلقاش مشاكل في الفحص التقني في المغرب. من بعد ما وضحنا الشروط وعمر السيارة، أجيو دابا نفهموا كيفاش كيتعطى هاد التخفيض وكيفاش كتحسب الديوانة، حيت بزاف ديال الناس عندهم خلط في هاد المسألة. التخفيض هو 90%، ولكن على شنو؟ هاد التخفيض كيتطبق على القيمة ديال السيارة وهي جديدة، وماشي على الثمن باش شريتيها مستعملة. والحد الأقصى اللي كيتطبق عليه هاد التخفيض هو 300 ألف درهم من القيمة الأصلية للسيارة. أي مبلغ فايت هاد 300 ألف درهم كتخلص عليه الديوانة كاملة بلا تخفيض. باش نسهلوا الفهم نعطيكم مثال عملي. نفترضوا أنك جبتي سيارة القيمة ديالها وهي جديدة في الكتالوج ديال الديوانة هي 400 ألف درهم. كيفاش غادي تحسب؟ الإدارة ديال الجمارك غادي تاخذ ديك 300 ألف درهم الأولى وغادي تطبق عليها التخفيض ديال 90%، يعني غادي تخلص عليها غير 10% اللي هي مبلغ رخيص ومناسب بزاف. أما ديك 100 ألف درهم اللي بقات شايطة من الفوق حيث القيمة هي 400 ألف درهم، فهديك غادي تخلص عليها الديوانة كاملة بحال أي مواطن عادي.
هاد الطريقة في الحساب كتشجع المتقاعدين يجيبوا سيارات متوسطة وعملية باش يستافدوا من التخفيض الأقصى بلا ما يخلصوا مبالغ خيالية في الزيادة. هادشي كيدينا مباشرة للحديث على الوثائق المطلوبة باش تبدا الإجراءات واللي خاصك توجدها وتطبعها قبل ما تبدا العملية باش ما يضيعش وقتك. أول وثيقة هي طلب خطي كيتعمر في استمارة رسمية، وهاد استمارة ممكن تحملها بسهولة من الموقع الرسمي ديال الجمارك douane.gov.ma. ثانيا شهادة الإقامة من القنصلية، أو كبديل اللي سهل بزاف في التحديثات الأخيرة تقدر تقدم غير بطاقة الإقامة الأوروبية ديالك اللي كتثبت أنك مقيم تماك لمدة 10 سنين أو أكثر. في 2025 و 2026 الأمور ولات مرنة وما بقاش داك التعقيد ديال ضرورة الورقة القنصلية فقط. ثالثا البطاقة التعريف الوطنية المغربية وجواز السفر ديالك. رابعا البطاقة الرمادية ديال السيارة كارت غريز وفاتورة الشراء الأصلية. والشرط الأهم في هذه المرحلة هو الحضور الشخصي ديالك، ما كاينش شي حاجة سميتها نصيفط ولدي بوكالة ولا نعطي لشي حد ينوب عليا. الامتياز الشخصي وخاصك تكون حاضر باش تسيني وريقاتك. بخصوص الإجراءات، كيفاش كتتم العملية خطوة بخطوة وشحال ديال الوقت كتاخد؟ فاش كتدخل بالسيارة ديالك المغرب عبر الميناء أو الحدود كتدخلها في الأول بنظام القبول المؤقت AT لمدة 6 أشهر بحال أي واحد جاي في عطلة. من بعد كتمشي لمكتب الجمارك المتخصص في السيارات اللي تابع للمدينة فين بغيتي تسجل السيارة، كتدفع الدوسي ديالك كامل، والوقت التقريبي باش تكمل الإجراءات وتخرج البطاقة الرمادية المغربية كيتراوح ما بين 7 إلى 15 يوم، وهذا الشيء كيعتمد على الضغط اللي كاين في المكتب والوثائق واش مقادة ولا ناقصة. كنصيحة مهمة قبل ما تشري أي سيارة من أوروبا، دخل الموقع ديال الجمارك واستعمل المحاكي سيموليتور اللي كاين في الرابط douane.gov.ma/mcv. هاد المحاكي كيعطيك الثمن المضبوط اللي غادي تخلص باش تكون عارف راسك فين غادي وما تفاجئش. والإشارة فقط، السيارة اللي غادي تعشرها بهذا التخفيض ما عندكش الحق تبيعها نهائيا قبل ما تدوز 5 سنين، وهذا الشيء كيتكتب في البطاقة الرمادية باش يتمنع البيع والشراء في السيارات المتقاعدين كنوع من التجارة. الآن وبعد ما فككنا كل ما يخص المتقاعدين، غادي ننتقلوا لواحد القانون اللي كيقيس كل فرد من الجالية المغربية صغير وكبير، خدام ولا متقاعد، وهو نظام القبول المؤقت أو ما يعرف ب-AT للسيارات والأمتعة الشخصية. هذا النظام هو اللي كيخليكم تجيبوا سياراتكم وتحركوا بها في المغرب خلال العطل الصيفية والمناسبات، ولكن ردوا البال مزيان حيث في 2026 كاين صرامة كبيرة في تطبيق القوانين اللي جات في الدورية الرسمية، وبزاف ديال الناس كيخلصوا غرامات كتوصل آلاف الدراهم، وكيوصل الأمر حتى لحجز السيارة ديالهم بسبب أخطاء بسيطة أو عدم فهم القانون. أولا، شنو هو هذا نظام القبول المؤقت بالضبط؟ هو رخصة كتعطيها لك الجمارك باش تدخل الطوموبيل ديالك سواء كانت سياحية أو نفعية خفيفة للمغرب بدون ما تخلص الرسوم الجمركية كاملة، على أساس أنك غادي ترجعها معاك للديار الأوروبية. المدة المسموح بها هي 180 يوم في كل سنة مدنية، وهاد 180 يوم تقدر تكون متواصلة دقة واحدة أو لا مقطعة على طول العام. الجديد والمهم بزاف اللي جا في 2025 ومستمر في 2026 هو واحد التسهيل كبير. نفترضوا انك دخلتي السياره وبقيتي بها حتى وصلتي ل 180 يوم في شهر دي جمنه. في القديم كان خاصك تخرج السياره ضروري، ولكن دابا القانون كيعطيك الحق تمدد 6 شهور اضافيه من السنه المواليه بدون ما تخلص حتى غرامه، وبدون ما تقر تخرج السياره من التراب الوطني وترجعها. وهذا الشيء حل ازمه كبيره للناس اللي كيبغيو يشتيو في المغرب. الا ان هذه التسهيلات كتمشي معها شروط صارمة خاصها تحترم. باش تستافد من هذا النظام خاصك تكون مقيم فعلي في الخارج وعندك بطاقة إقامة أو وثيقة رسمية كتبت هذا الشيء. السيارة خاصها تكون مسجلة في سميتك الشخصية أو لا في اسم شركة، ولكن في هذه الحالة خاص تكون عندك وكالة رسمية من الشركة كترخص لك تسوقها. وهنا فين كاين الفخ اللي كيوقعوا فيه بزاف د المغاربة. القانون كيمنع منعا كليا انك تعطي الطوموبيل لشي شخص اخر يسوقها في المغرب، حتى ولو كان الاخ ديالك او الزوج ديالك او ولدك اللي مقيم في المغرب، الا خديتي اذن مكتوب ومسبق من الجمارك. هاد النقطه ولات صارمه بزاف في 2025 و2026، والديوانه ما بقاتش كتسامح فيها نهائيا. زياده على هاد الشيء عندك الحق تدخل السياره وحده في السنه تحت هذا النظام. الا استهلكتي ديك 180 يوم ديالك وخرجتيها ما تقدرش ترجع بها في نفس السنه، الا تباعت ولات في اسم صاحب جديد اللي عنده الحق في 180 يوم ديالو. كيفاش كتتم عمليه الدخول والوثائق المطلوبه؟ ملي كتوصل الباخره او النقطه الحدوديه، الجمارك كتقوم بتسجيل السياره ديالك في واحد النظام معلوماتي سميتو بدر. من بعد كيعطيوك واحد الورقه خضراء صغيره،
هذيك هي كارت أطي اللي خاصك تحتفظ بها وتخبيها مع ورق الطوموبيل، حيث هي الدليل ديالك. الوثائق اللي كيطلبوا منك هي بطاقة الإقامة الأوروبية، البطاقة الرمادية ديال السيارة، وجواز السفر. وهذا النظام راه ما كيطبقش غير على السيارات، بل كيشمل حتى الدراجات النارية، الكواد، الجيت سكي، وحتى القوارب الترفيهية اللي كتعطى لهم مدة كتوصل 18 شهر إلا كانوا محطوطين في ميناء ترفيهي مرخص. ومن التحديثات المزيانة أن السيارات اللي عاد تشرات وباقي عندها غير بطاقة رمادية مؤقتة CPE ولات مقبولة حتى هي باش تدخل المغرب بلا مشاكل. ولكن قبل ما نتسرعوا ونفرحوا بهاد التسهيلات، خاصنا نوقفوا عند واحد المسألة جوهرية وكارثية في نفس الوقت، وهي الغرامات. الغرامات ولات مبالغ فيها باش تفرض احترام القانون، وأي تأخير في إخراج السيارة من المغرب كيتعاقب عليه. نعطيكم أمثلة باش تفهموا الخطورة. نفترضوا أن واحد السيد جاب طوموبيلته، دازت 180 يوم المسموح بها، وبقى في المغرب زايد مدة أقل من 30 يوم. هنا غادي تجيه غرامة ديال 1000 درهم. إلا فات 30 يوم وصل بين 33 و 60 يوم ديال التأخير، الغرامة كتطلع ل 2500 درهم. أما إلا طال به الحال وبقى متأخر بين 61 و 180 يوم، فغادي يخلص 5000 درهم. والكارثة الكبرى هي إلا فات تأخير 180 يوم، هنا الغرامة كتولي 10000 درهم. وماشي غير هاد الشيء، الطوموبيل كتحجز وما عندكش الحق تحركها حتى تسوي الوضعية ديالها القانونية وتخلص اللي عليك. ونزيدكم تحذير آخر أشرت ليه قبيلة وغادي نأكد عليه: إلا عطيتي الطوموبيل لشي عبد آخر يسوقها بلا إذن الجمارك وتشد في البراج، راه ماشي غير غرامة مالية قاسية اللي كتسناك، بل كتوصل لمتابعة قضائية بتهمة خرق قوانين الجمارك، والسيارة كتحجز فوراً. بعيدا على السيارات، ملي كتجي المغرب كتجيب معاك أمتعة شخصية وحوايج للدار، وحتى هنا كاين قانون خاصك تعرفه. الأمتعة الشخصية بحال الحوايج ديال اللبس، الحواسيب المحمولة، لابتوب، المجوهرات الشخصية، الآلات الرياضية أو الكراسي المتحركة للأشخاص في وضعية إعاقة، هادشي كامل كيدخل في إطار القبول المؤقت وبدون ما تحتاج دير ليه تصريح جمركي معقد. زيادة على هذا الشيء، الدولة كتعطي إعفاء كلي من الجمارك في حدود 25,000 درهم مرة في السنة بالنسبة للعمال المغاربة بالخارج باش يقدروا يجيبوا هدايا لعائلاتهم. ولكن ردوا البال، هذا الإعفاء ما كيشملش الآثاث ديال الدار أو الآلات المنزلية الكبيرة أو التلفازات، هادو خاص تخلص عليهم التعشير ديالهم. وكاين أشياء محظورة منعا كليا، ما تحاولوش تجيبوها حيث غادية تصادر وغادية دير لكم مشاكل قانونية كبيرة، بحال طائرات الدرون اللي ممنوعة لأسباب أمنية، الأسلحة بمختلف أنواعها، المخدرات، والبضائع المقلدة اللي كتحمل علامات تجارية مزورة. في الختام، كنصحكم ديما تراقبوا الوضعية ديال سياراتكم والمدة اللي باقية لكم قبل ما تسافروا. تقدروا تدخلوا الموقع الرسمي ديال الجمارك باش تشوفوا شحال باقي لكم في 180 يوم وتأكدوا من وضعيتكم القانونية. هاد القوانين سواء التخفيض ديال المتقاعدين أو نظام القبول المؤقت تدارت باش تنظم العملية وتحمي الاقتصاد وتحميكم حتى نتوما من العشوائية. نتمنى أن هذا الشرح المفصل يكون وضح لكم كل شيء وبدد جميع المخاوف ديالكم. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وعائلاتكم في أوروبا باش تعم الفائدة وحتى واحد ما يطيح في الغرامات. وخليوا لينا في التعليقات لتحت واش عمركم طحتوا في شي مشكل مع نظام القبول المؤقت أطي، واش عندكم شي تجربة تبغيو تشاركوها معنا. شكرا على المتابعة ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله.